كلنا طول الوقت بنسمع اللي حوالينا بيقولوا لنا بطل النشويات البسيطة وكل النشويات المعقدة. طب ايه الفرق بين النشويات البسيطة والنشويات المعقدة؟ الموضوع في منتهى البساطة ان النشويات البسيطة هي النشويات اللي لما بتاكلها جسمك بيهضمها بشكل بسرعة جدا وبيحولها لجلوكوز برضه بسرعة جدا. طيب يا ترى ايه اللي بيحصل للجسم وقتها؟ بيرفع لك سكر الدم بنسبة كبيرة وبيخليك تجوع بعدها بفترة قليلة وليكن ساعة مثلا. طب يا عم قول لي ايه مصادر النشويات البسيطة دي؟ يعني مثلا العيش والمكرونة والسكر والمخبوزات والحلويات، واغلب الحاجات دي بتكون مصنوعة ومليانة اضرار. طب ما قلتليش ايه هي بقى النشويات المعقدة؟ دي عبارة عن امتلاء في المعدة وبتاخد وقت كبير في الهضم فبتحس بالشبع لفترة اطول، وبتكون عبارة عن مواد طبيعية ما فيهاش اي مواد مصنعة ولا مواد ضارة، زي القلقاس والبطاطس والبطاطا والحمص والعدس والفول. قول لي بقى، عرفت ايه الفرق بين النشويات البسيطة والمعقدة؟